السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا أخواني في هذا الفيديو راح أعطيكم معلومة مهمة جدا. ممكن بعدين العلماء يتوصلون إلى هذا، أو الأطباء والأخصائيين والجراحين يتوصلون إلى أن أكثر أسباب المشاكل اللي تحصل في الظهر، في مفصل الحوض، في الركب، في الأنكل، هو الرأس. طبعا أكثر مشاكل هي الرأس، والحين راح أخبركم بالتفسير العلمي كيف يحصل هذا الشيء وبالدليل. طبعا يا أخواني الرأس يشكل نسبة ما يعادل من 5 إلى 7% من وزن جسم الإنسان. اليدين تقريبا قرابة 8% من جسم الإنسان. هذه المنطقة النصف العلوية تقريبا تشكل نسبة تصل مع الرأس واليدين إلى قرابة تقريبا 60 أو 70% من منتصف العلوي إلى الرأس. طبعا يا أخواني أنت لو تشوف أي حركة تتحرك الرأس، شوفه جسمك هذا كامل. تخيل لو شخص وزنه مثلا 70، فأنت جالس هذا المفصل بالضغط وزن تقريبا قرابة 70 كيلو أو 80 كيلو، بعض الناس خاصة اللي وزنه 100 كيلو، جالس هذا الوزن ما يتحرك بشكل مستقيم، فجالس يؤثر على المفصل. فأنا أقول لك كيف عشان تسوي هذا الشيء. راح أشرح لك عن أجزاء الجسم وكم نسبتها في المئة. يا أخواني لما تمشي لازم يكون رأسك ثابت. الإنسان أكثر الناس اللي عندهم مشاكل لما يوصلون خاصة سن 40 50، خاصة 60 أو 70 أو 80، راح تجده يوم يمشي رأسه كذا يهتز كأنه سفينة عليها موية. فتخيل السيارة لما تكون مفاصلها ما مشدودة سيدة، البراغي اللي فيها ما مشدودة سيدة، شو يحصل فيها؟ يحصل فيها احتكاك ما بين البوشات. فمفصل الركبة أيضا، عشان أشرح لكم الأطباء يفهمون هذا الشيء، اللي يقول لك مثلا الرباط يحتاج إلى تقوية. فشو يقول لك الأطباء؟ يقول لك روح سوي تقوية الرباط في فضاوة شوية. مثلا هذه المنطقة، أي منطقة مثلا على سبيل المثال هذا مفصل الكتف والركبة، فلما يحصل فيها ميزانية اختلال، هذا مع الوقت يسبب انحراف للمفصل، يسبب ارتخاء، والمفصل تكون في حركة غير عن حركته الديناميكية الطبيعية، فيتحرك بشكل عشوائي. فلاحظ أنا أكلمك أي شخص لو كان عمره 40 سنة وشفته يتمتع بصحة، يجي عمره 70 سنة 80 سنة، شايب عمره 100 سنة وصحته جيدة يقدر يمشي، انظر إلى رأسه وهو يمشي، بتشوف رأسه وهو يمشي ثابت، ما يتحرك مع جسمه، ما يتحرك مع جسمه. فلازم أنت لما تمشي ما يكون رأسك للأمام كثير، ظهرك مستقيم، ورأسك يكون ثابت، وتروح تمشي. لازم جرب ثبت رأسك. ولاحظ أي شخص تشوف جسمه تعبان، لو كان عمره 70 سنة، لو شخص شفت جسمه تعبان. أنا ذيك اليوم مسكت بنت واحدة في الكوليج، هي عمرها تقريبا قرابة 45 سنة، قلت له فلانة أنا أعرفها، جلست لأن الإنسان من خطوته أعرف كيف مفاصل هذا الإنسان، من خطوته، من مشيته، من رأسه، أعرف هذا الإنسان راح يكون مستقبله الصحي جيد أو غير جيد. وأعرف هذا الإنسان لما أشوف إنسان شايب وكذا. بعض الناس ما تفهم ترى يا إخواني، هذا حتى في الجري اللي يجري وراسه يهيل يمين ويسار. تخيل أنت مع الجري تزيد وزن الجسم كله يضرب وين؟ في المفصل، على الركبة، على المفاصل، على الحوض. فأنت حتى لو في المشي جسمك فيه خلل في الميزانية، راح يأثر على مفاصلك، سواء كان الأنكل أو الركبة أو الحوض. فأنا بعدين راح أخبركم هذا كيف المفصل الحوض. في طريقة أيضا تعالج مفصل الحوض، يحصل اختلال في توازن جسم الإنسان في المفاصل. وفي حركة بسيطة كيف تعدل مفصل الأنكل، وحركة بسيطة تمرين بسيط كيف لو عندك مشكلة هنا تحس وانت تمشي شوفه وانت تمشي تحس بمشكلة في مفصل الحوض. إن شاء الله راح أنزلكم عنه مقطع سابق، وراح حتى بمجرد أن أقول لك تسوي شيء بسيط، تمشي 4 كيلو مع هذا الشيء البسيط، راح تحس يتغير حتى شكل المفاصل اللي موجودة هنا، مفصل الحوض والديسك. لأن الأطباء يقول لك حتى العمود الفقري بعد كل 6 شهور يتغير حسب وضع حياة الإنسان. بعض الناس عنده تقوس،
بعض الناس مثلا النساء بسبب الحمل، بعض الناس يعني بسبب أشياء ممارسات في حياته يصير معه تقوس فيصير. لكن الإنسان لما تكون معه فهم يعني يكون يعني أموره طيبة، يفهم جسمه حتى لو معه إصابات، يفهم جسمه وما يخلي أي مشكلة في جسمه في أي مفصل من مفاصل جسمه. فمثل ما خبركم يا إخواني، السبب الرئيسي لمفاصل جسم الإنسان هو الرأس يهتز لما تمشي. طبعا يا إخواني اللي يمشي في الرمل، الرمل الشاطئ، جسم كذا يهتز يمين يسار، ترى أن الشاطئ يهتز يمين يسار، هذه يسبب مشاكل في المفاصل، يسبب مشاكل في الركب وفي الحوض وفي الظهر، ويسبب ارتخاء حتى في مفصل الأنكل. يكون مفصل الأنكل يكون فيه لوس ما ثابت. فهذه الأشياء. لكن حتى وانت تمشي في الرمل، حتى تمشي وانت تمشي في القار، خلي راسك ثابت. هي يبيلك أول بداية، أول تمشي نص ساعة ساعة، ثم بعد ذلك ساعتين، حتى 7 ساعات. أنا طبعا لا إخواني، أنا أول كنت حتى لما أمشي ساعة بعد ساعة أحس بألم في ركبي. فطلع الخلل يا إخواني هنه الراس يربع يمين ويسار، الراس يربع يمين ويسار، ما ركز، أحس بمشاكل في المفصل الحوض في الركب. فلو كنت أعرف هذا الشيء جربته حتى في الجري، جريت مسافات. طبعا أنا عندي احتكاك لأن السبب ما كنت أعرف هالمعلومة، أمشي في جبال، خاصة لما أمشي في جبال، صح إن اختلت توازنك في الجبال، تمشي إحصاء يمين ويسار، ما الراس ما ثابت، وهذا كله يأثر الضغط وين يروح على المفاصل، لكن أنت لما تسوي هذا التمرين اللي أخبرك عنه راح تحس الألم. كيف تعرف نفسك أنك هذا التمرين معك الآن صح؟ إذا حسيت الألم أنه يتوزع على يروح في المفاصل، في الأعصاب، مثل البطة، مثل عضلة البطة، وأنت تمشي وأنت تجري، فاعلم أن أمورك طيبة. حتى لاحظ حتى العدائين، الثابتين، هذه عدائين الماراثونات، بتشوفه يجري بتشوف راسه ثابت وهو يجري، بتشوفه وهو يجري راسه ثابت، جسمه كله يتحرك راسه ثابت. أما اللي بتشوفه ما عنده خبرة في الجري، بتشوفه كأنه ناقة. هذا جسمه ما في توازن. ترى هنا في مراكز توازن في المخ، في الراس، عند الأذن. فأنت خلاص لما تكون متوازن كل شيء يكون متوازن في جسمك. من يكون يتوازن الراس يتوازن مركز التوازن، هنا موجود مركز التوازن في الأذن. لما يتوازن الراس أنت خلاص ثبت منطقة وزنها 7%، بعدها ثبت العمود الفقري، ثبت الصدر، هذه المنطقة كانت ثابتة خلاص. أنت مثبت الراس، جسمك كله راح يثبت. لا تركز في جسمك، ركز على الراس خلاص. وانت تمشي لا تركز في جسمك، ركز على الراس. من يثبت الراس راح يثبت الجسم كله كامل. وجربها حتى لو توصل إن شاء الله 100 سنة راح تكون أنت تصن وترن. وبينما الناس اللي بيجون من بعدك وبيولدون من بعدك ب30 سنة ومن بعدك ب40 سنة، يا الله ظهري، يا الله ما ركبتي، يا الله مفصل الحوض، لأن إيش؟ ما عندهم جهل. فهذا يا إخواني هو أحد الأسرار. الناس اللي ما تجيهم إصابات، هذا حتى ترى شوف يا إخواني، خاصة للرياضيين هذا الكلام، خاصة للناس اللي يمشون مسافات طويلة، مثلا الناس اللي تمشي 30 كيلو هايكن، 40 كيلو، أنا مشيت بعض الأحيان 70 كيلو. ترى أني كنت تمشي مسافات طويلة وما عندي هذه المعلومة وما أركز. الحين أمشي على 7 ساعات بالرغم أن إنسان عندي إصابات، عندي تمزق في الأنكل، عندي إصابات، عندي كسرين في العمود الفقري. لكن العلم لما تكون معي علم بهاي الأشياء وخبرة في العلاج الطبيعي، هذه أحد أسرار أنها الإصابات اللي معي ما تأثر فيه. وهذه أحد الأسرار أني الحمد لله، خاصة من وصلت لهذا الاكتشاف، توصلت طبعا يا إخواني هذا الاكتشاف توصلت للحين خلال هذه الفترة تقريبا خلال الشهور الماضية. وحبيت أوثق على قناتي، المفروض أن هذا يعني أثبته يعني إنسان، لكن ما عندي الإمكانيات، لازم أثبته وأحصل لي براءة اختراع أو شيء أو يساهم في نشره، لكن ما عندي غير هذه القناة. وخيركم من تعلم العلم وعلمه. ثبت الراس، وإن شاء الله راح تكون أمورك طيبة. حتى لو بغيت تكون عداء محترف، هذا لو أنت تبغى تجري راح تكون عداء محترف، لكن وأنت تجري لازم ثبت راسك. تذكر هاي النقطة، ثبت الراس في كل خطوة وأنت تجري، وأنت تمشي، وأنت تصعد الجبال، وأنت تمشي في الشاطئ، راسك ثابت ما يتحرك. خلاص من توصل لهذه المرحلة راسك ثابت، يمكن الجهل راح يضحك عليك. أنا يمكن البعض يضحك علي لما يشوفني أما أمشي كذا
يفكرني آلي، أنا جالس أثبت عمري، أنا جالس أشتغل 100 سنة قدام. عرفتوا ليش؟ فالجاهل يضحك عليك حتى لو يشوفك مسترخي بعض الأحيان. طبعا يا إخواني الجاهل يمكن يضحك عليك، حتى لو يشوفك أنت جالس كذا مسترخي يضحك عليك، يقولون شو هذا نايم. فناس الجهل لا تأخذ، حاول تتمرن على هذا التمرين ثبات الرأس، خلاص بعدين رأسك راح يتبرمج. هذه الناس اللي أجسامهم ثابتة، هذه يعني في نظام في حياتهم بدون ما هو يعرف أن رأسه ثابت، جسمه ثابت ما يأثر عليه. طبعا بدون ما يعرف أن جسمه ثابت، هذا سبحان الله هذا رزق من عند الله، انت جاتك عن طريق معلومة هذا. لكن الله الإنسان الله أعطاه هذا الشيء، أن هذا الإنسان الله يريد يعيش 70 سنة 100 سنة 80 سنة وهو بكامل صحته بكامل عافيته. الله سبحانه وتعالى جعل له هذا الشيء. لكن أنا بعض الأحيان جاتني وأنا كنت أبحث ترى هذا الشيء حتى توصلت ل 20 يا إخواني رياضي من زمان، يمكن 15 سنة أنا أبحث عن هذه المعلومة. إيش السر؟ ليش العدائين سريعين؟ ليش العدائين ما تجيهم آلام في المفاصل؟ ليش العدائين كذا؟ وليش أنا كذا؟ ومن زمان جالس أتفكر وأبحث حتى وصلت لهذا الاكتشاف اللي الحين أخبركم عنه، أن أكثر سبب مشاكل المفاصل والناس اللي تجري وتتعب هي عدم ثبات الرأس. لأنه الرأس ثابت الجسم كله يتوزع على الأعصاب، ما يطيح أي ضغط على أي مفصل بالخطأ، ما يحصل فيه ارتخاء. خلاص الجسم تكون ديناميكية المفصل، خلاص المفصل يكون يتحرك. تشوفوا المفصل يتحرك بشكل طبيعي، ما يتحرك كذا. أنت لما الرأس يتحرك كذا يقوله تشوفونه، بعدين تصير في فضاوة، يصير في احتكاك، مفصل الركبة، مفصل الحوض، مفصل أي مفصل تشوفون كله. لكن لما تكون ديناميكية خلاص المفصل يتحرك المفصل ويرجع المفصل يكون قوي، ما يكون في احتكاك. تشوفون لما الرأس يكون ثابت. لكن لما الرأس يكون ما ثابت تحصل فيه مشاكل في المفاصل الأعصاب. هذا طبعا يا إخواني كلام علمي، استفيدوا منه وطبقوه في حياتكم. ممكن في يوم من الأيام الأطباء أو الدكاترة أو تشوفون براءة اختراع أو اكتشاف بعد هذا المقطع بما يخص هذا الموضوع. لو يدرسون هذا الكلام في جامعات في أمريكا أو في أي، راح يقولوا لك ويجرون عليه تجارب ممكن يفهمونه، يقولوا لك هذا الكلام صحيح نعم ويستحق عليه هذا الإنسان براءة اكتشاف أو براءة اختراع أو شيء كذا. ممكن في يوم من الأيام يكرمون هذا الإنسان اللي ميت اسمه حسن خاطر عن هذا الاكتشاف، يقولوا هذا الإنسان جمع علم لكن ما حد يعرفه، ما حد يستفيد منه. لكن حبينا نوثق على هذا القناة. وفي أشياء قادمة إن شاء الله أنا عندي خبرة طبعا في المجال الطبيعي، وراح ننزلكم أشياء كثيرة إن شاء الله بأشياء بسيطة.